لما تيجي تبص على كود كبير زي ده اكيد مستحيل تفهمه. بتحس انك هتفضل طول عمرك في نفس المرحلة دي وعمرك ما هتعرف تبني برنامج بتاعك وتفهم البرنامج ده بيتكون من ايه. بس الحقيقة ان كل البرامج المعقدة اللي انت شايفها قدامك دي هي متكونة من 3 انماط اساسية. في الفيديو ده انا هديلك ال3 مفاتيح اللي بتفكك اي برنامج: التسلسلي والشرطي والتكراري. جاهز؟ يلا بينا. اي برنامج في الدنيا بيتكون من 3 انماط اساسية. النمط الاول وهو التسلسلي السيكوينشال ستيبس، وده هو ابسط واحد فيهم، واحنا اصلا استخدمناه في الفيديو اللي فات، اللي بالمناسبه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. قبل ما نكتب الاكواد والانماط اللي احنا نمشي عليها هوريكم فلوت شارت صغيره كده جنب كل كود علشان تشوف المسار بتاع الكود بيشتغل ازاي. تمام، لو احنا جينا عند البرنامج بتاعنا وكتبنا اكس بتساوي 2 تاني، وجينا كتبنا print x، وكتبنا x بتساوي x زائد 2. تمام، وجينا بعدها كتبنا print x. لو جينا نشوف الكود هيشتغل ازاي هنلاقي ان هو بيشتغل سطر سطر زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وده هو السيكوينشال التسلسل، كلها نازله لتحت. x بتساوي 2، بعدها سهم لتحت print x، بعدها سهم لتحت. ده معناه ان البرنامج بتاعنا ماشي زي القطر على قضيب واحد، مفيش اي قرارات بتتاخد. وده هو كان النمط الاولاني. طيب ايه اللي بيحصل بقى لو انا عايز اخلي القطر ده بدل ما يمشي في اتجاه واحد احنا عايزينه يمشي يمين او شمال حسب شرط معين؟ هنا بيجي دور النمط التاني اللي هو الكونديشنال ستيبس. لو جينا نشوف الكود ده هنلاقي البرنامج بتاعنا بدأ ياخد قرارات وماشي بتسلسل معين. يعني مثلا هنا عندنا قلنا x بتساوي 5، هتلاقي في رسمة المعين ده معناه سؤال الإكس أقل من 10. السؤال ليه طريقين، طريق وطريق لأ، ودي احنا كده أول مرة نشوف الطرق المتفرقة دي. لو هيروح ينفذ كلمة smaller print smaller، لو لأ هيتجاهلها تماما، وفي الحالتين الطريقين هيرجعوا يتقابلوا تاني ويكملوا. الرسمة دي بنترجمها بكلمة if. بص للكود ده، بايثون هنا بيسأل if x أصغر من 10، هل الخمسة أصغر من 10؟ يبقى هينفذ print smaller. في السطر اللي بعده هل الإكس أكبر من 20؟ الإجابة هتبقى إيه؟ هتبقى لأ، فمش هيدوس هنا، هيعدي على طول وينزل تحت اللي هي print finish. دلوقتي احنا فهمنا ازاي نخلي البرنامج بتاعنا يمشي بالترتيب، وازاي نخليه ياخد قرار بناء على شرط معين. الحاجة التالتة وأهم حاجة فيهم اللي هي التكرار، اللي هي الريبيتيشن. ازاي نخلي البرنامج بتاعنا يعمل الأمر مليون مرة من غير ما أنا مكتب له الأمر مليون مرة؟ خلينا نشوف الرسمة الأول. بص على الرسمة كده، ده أغرب واحد فيهم. البرنامج بيبدأ بإن بتساوي 5، بيقابل معين الN أكبر من الصفر، لو هينفذ برنت N اللي هي برنت القيمة اللي هي رقم 5. بعدها N بتساوي N ناقص 1، الخمسة ديت هنطرح منها 1. بص السهم رايح فين؟ السهم مش بيكمل لتحت، السهم بيلف ويرجع لفوق تاني، وهو ده اللي اسمه اللوب، التكرار. بيرجع يسأل السؤال تاني، هل 4 أكبر من 0؟ نفذ ويرجع يلف، وهتفضل تلف ويطرح الرقم ويطرح الرقم لحد ما إن هتبقى 0 في مرة. هيرجع يسأل هل الصفر أكبر من الصفر؟ الإجابة هتبقى لأ. أول ما الإجابة هتبقى لأ هيسيب اللفة دي وهيمشي من طريق نو وهيطبع كلمة finish. اللوب ده بقى بنترجمه بكلمة اسمها while، اللي هي دي معناها طالما ال n أكبر من الصفر خش جوه اللوب دي وشغال عليها لحد ما يجي في مرة ال n هتساوي صفر، والصفر أكيد مش أكبر من الصفر، فهيجيب finish في الآخر ومش هيعمل كل اللي جوه ده. وده كان كل الموضوع. التسلسلي السيكوينشال علشان أعمل حاجة بالترتيب، الشرطي أو الكونديشنال علشان أعمل حاجة بناء على شرط معين، والتكراري أو الريبيتد علشان نكرر الأوامر. أي برنامج معقد أيا كانت عدد سطوره من الأكواد بيتكون من ال3 أنماط دول. فاكرين بقى الكود اللي احنا شفناه في الأول؟ بص عليه بقى وانت دلوقتي فاهم ال3 أنماط اللي انت شايفهم دول. ده مجرد كود تسلسلي جواه فور اللي هي أصلا تكرارية زي وايل،
وجوه الفور في اف اللي هي اصلا شرطية، وفهمت الكود ده متكون من ايه بالظبط. وبس كده، ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. لو حسيت انك فهمت الانماط التلاتة اللي احنا شرحناهم النهارده في الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو في حاجة وقفت معاك اكتب لنا تحت في الكومنتس. انا عبد الرحمن ضياء، واشوفكم في الفيديو الجاي.